يا طه، 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 يا طه. ما لقيتوا لسه لزياد؟ لا والله. خليكن عم تدوروه. أكيد بشار أخونا، وأكيد نحن رح ننتقم له. عنا فرصة كتير كبيرة ولازم نستغل هي الفرصة. فكر منيح أنت وقاعد، بدل دم أخونا بشار رح يدفعوا كتير. قول كل شي بدك تقوله هلأ. حصص من المنجم وحصص من السد والأراضي المحظورة، لا تتردد. شكور ما بيستاهل. بدي وقت لفكر. كله تمام يا آغا، كل رفقاتنا معنا. أنا ما قلت لك ما بدي لا أعداء ولا رفات من هون ورايح؟ ما بدي أشوف حدا منهم عم يدق بابي أبدا. خبر سليمان من أنقرة إنه ما بقى يدوس بيتي، خليه يرجع على أنقرة بقى. ماني فاضي لهالاجتماعات وهالفزلكة، ولا بقى بدي تزعجوني بهي القصص التافهة كلها تبعكن. يا الله دخيلك. حتى إذا تركته لهالعالم بيقولوا نحن كلنا مع شكور آغا بهاليوم. بس ما بدي إياهن، ما بدي يا أخي. يا آغا، شو لازم أقول لسليمان من أنقرة؟ بوشه على أنقرة، ريحني فهم. كل اللي صار فيني من أنقرة. آغا، ما بدي أعمل عليك معلم، بس ما لازم تقطع علاقاتك هيك كلها. خليك على تواصل معهم مشان بس تعتازهم تلاقيهم. انت شخصيا ما لازم تقطعها. سعيد، يلا بدنا نروح. أنا كمان جاي معك يا عبد الله. إذا شكور آغا مو رايح، ليش لحتى تروح أنت؟ عبد الله، إيه. الزام حدودك. سامحني يا آغا. سعيد، نادي للمحامي أحمد يجي. يلا فورا، أمرك يا آغا. ما بظن إنه نعزم المحامي أحمد على هالاجتماع فكرة منيحة يا سعدو. أنا شايفها منيحة. أنت صاير كتير عم تتجاوز حدودك. والله شايف لك صار الوقت لحتى أعرفك شو مكانتك. آسف آغا. شكور آغا، لا تواخذني، بس ساعدوا آغا بده المحامي. يلا. ليك على النسوة، هذا المحامي السيشن تايتو. يا محامي تعال هون. من هون ورايح ما بتصيد أرنب من دون علمي بنوب. إيه يا آغا، ما بقى رح صيد ولا أرنب من دون علمك. يلا امشي. ليكي سوزان، انتي أقوى وحدة فينا، يعني لازم تشجعينا كلنا. شفنا كيف الكل عم يموت قدامنا. أنا مو خايفة إني موت. الحاج علي خلص عمره ومات بيوم، بس زياد، وينه زياد بالله؟ شفتوا قديش كانوا الشباب كتار بضيعتنا؟ قلوا لي كم واحد ضل؟ عرفات لسه لهلأ ما بيعرف بموت جده. بالأول كانوا رفقاتنا كتار، وهلأ أعدائنا أكتر. هيك انت عم تحسسينا بالوجع، والله ما بقى فينا نتحمل. ما بيصير تحكي هيك. هيلين بتعرف إنه الضيعة ما بتمشي بلاكن. أنا عم فكر. يا أختي، شو صار معكم؟ ما جهز لسه؟ الجماعة ناطرين تجهزوا الملح. ليكو جاهز. هاتي.
هاتي لا تحملي انت. أخ يا سوزان، هي أبونا توفى وما منعرف وينه زياد، وعم تفكري بالصبي اللي ما انولد. مين اللي عمل فينا هيك يا زياد؟ ما بعرف يا طه، كل شي عم فكر فيه إني ما رحت على تعزية الحجة. أنا عم فكر بحال ولاده. مو أول مرة بيكون ولاده لحاله. هو تحمل كتير شغلات بقوة قلبه، ابنه رح يتحمل. نحن تخطينا كل هاد بفضلك زياد. أهلا وسهلا يا جماعة. شكور آغا مريض وبالنيابة عنه أنا جاي لهون، وجاية معي أخوه سعدو بداله. الشروط، القواعد، الاتفاقيات ما رح تتغير، كل شي بيضل مثل ما هو. شكور آغا قال لي ما تغيرت يا عبد الله بعد كل هالسنين. شكور مانو هون وانت عم تحكي بالنيابة عن أخوه وما عم تسمح له يحكي حتى. وبكل صراحة أنه لا أنت ولا أخوه سعدو اللي جاية معك كمان شهدتوا الاتفاقيات اللي كانت باجتماعاتنا. اكيد نحن ما فينا نقبل هالشي. نحن منحب سعده ومنحترمه ومنعرف عبد الله منيح، بس بتعرفوا اكيد انه اهالي الضيعة الصغيرة اللي بمثلها بدون شكور ما رح تقبل باي اتفاق. من زمان أهالي مرسيلان عشنا مثل الأخوة مع أهل ديريجان. أكيد إذا كان السد أو حتى إذا كان هذا المنجم يلي اشتغلنا عليه ما رح يفيد الكل. وإذا ما حضر شكور آغا اليوم الاجتماع ما رح يكون في عداوة بيننا وبين عشيرة ديريجان مثل ما عملنا بالفترة الماضية. وخلي أنقرة تعرف هالشي. أنا اسكندر بيكتاش أغلو من لجنة بيكتاش. عشيرة ديريجان هي أعظم عشيرة، ومنعرف إنه هن كتير مناح وعاشرناهن هون. ومثل ما قال أخي مرسيلي بحياتنا ما كان في عداوة أبداً مع هي العشيرة. وبالنسبة للأرض، قرارات الحظر الأخيرة على الأراضي هالشي مو بإيدنا وخارجة عن سيطرتنا. وليش أنقرة تدخلت بهالشي لسه ما عرفنا لهلأ. شرفتونا يا جماعة. الأستاذ مرسيلي كيرفيم والأستاذ اسكندر بكتاش عم يحكوا صح مشان الأراضي، بس أحياناً بكون مع أخي شكور وبشوف هالأمور قدامي. المحاميين اللي عنا شافوا العرايض ومع هيك خلوها لهي الأراضي محظورة، مع أنه هي الأراضي هي للعشاير. وعم خص بحكي الأهالي بضيعة ديرجان اللي ذكرتهم، وكمان مو بس عشيرتهم يلي تضررت، وأنا كنت دائماً ضده. إذا أنتم انتبهتوا منيح، شكور عم يعمل هالشي مشان أهالي هالضيعة الصغيرة هي تعترض. أصلاً ورا هالشي هاد كله هن قادة هالضيعة الصغيرة اللي قبلوا بهالشي. والناس اللي بيعيشوا بهالضيعة صح ما بيقبلوا بهذا الحظر، بس ضلوا ساكتين بأنقرة. عم نتوقع كل شي من أنقرة. مو صح إنه نقول إنه أنقرة بتعرف كل شي. بالأول لازم ناخد قرار كتير مهم مع بعضنا. شكور ما حضر هالاجتماع معنا، وأكيد هذا الشي رح يأثر علينا كتير. وقبل ما نكمل ونقرر إذا لازم نأجل الاجتماع، بدنا نسمع كل الشباب بالأول. كتير سافرت واشتغلت وتعبت، بس بحياتي ما تراجعت عن حكي ولا حتى مرة. كل خطوة عملتها كانت نتائجها منيحة على الكل. إذا كانت الفكرة إنه نخلي العشاير تتقاتل بين بعضها البعض، نحن ضد هذا الشيء. شكله سليمان من أنقرة ما حضر حاله منيح لهذا الاجتماع. طريقتكم هاي بالحكي رح تزعجوا لسليمان أكيد. لا تاكلوا هم سليمان، لأنه نحن مبسوطين منه. هو حتى كان عم يعلم الصغير السباحة، بس هو ما كان يتعلم بسرعة وصار يغرق لحاله. عبد الله بما أنك قطعتني هلأ لا تزعل أبدا يا سليمان. رح يجي الصغير لهون بكرة، لا تقلقوا أبدا، فيكن تسبحوا سوا. بكفي هالمسخرة، هالاجتماع هاد خلص. فهموا منيح يا عبد الله إنه هالاجتماع بيكمل لما بيجي شكور.
انت محملة حالك مسؤولية موت أماني. بيجوز معك حق، بيجوز لو ما أخذنا أماني منك كانت لساتها عايشة. ما بعرف شو لازم نعمل لحتى تسامحينا، وشو ما قررتي تعاقبينا رح يكون الحق معك، وبعرف إنه ما رح يكون أصعب من اللي عم تحسي فيه يا جوري. اللي صار عم يعذبنا كلنا. لا تنتظر جاوبك يا يوسف. ما عم تحكي، ما أنا عم تحكي مع أي حدا. مثل ما قلت يا ابني، شكلها عم تعاقبنا كلنا على اللي صار وقت الدواء هلأ. امشي ابني. ماشي. جوري يلا خدي الدواء. نحن خايفين وكمان كتير مهتمين يا عمي جبرائيل، وبلشنا نخاف هلأ على حياة زياد. ما تركنا مكان ما دورنا فيه ولا أي سلطة ما سألناها عنه. ما ضل غير إنه نسأل المحقق. لو صاير له شي كنا هلا أكيد عرفنا بالموضوع. أنا عندي إحساس إنه رح يطلع زياد بشي محل ما رح نتوقعه أبدا، لأنه لسه ما بين. إن شاء الله، إن شاء الله هو بيكون منيح يا عمي. إن شاء الله يبين قبل ما يصير الوضع أسوأ من هيك. انت ما لازم ترجع هلأ. هي مشكلته لشكور انه ما حضروا الاجتماع. شكور يا بيكون معنا يا اما الله معه. اذا في اي حدا هنيك جاي ليقضي اجازته فهو سليمان من انقرة. انت لازم تكفي مهمتك. انا برأيي اللي بيعملوا هيك لازم نربيهم. بما انه شكور اغا بيحب عيلته كتير، خلينا نبعده عن عيلته. الولد الصغير لساته موجود هون، والولد التاني بأنقرة. البندورة المعفنة منكبها قبل ما تخرب بقية الصندوق. لازم نخلص من هي القصة. نحن ما قلنا علاقة فيهم. خليك عندك وخليك ناطر تليفون. بأمرك. أكيد حبيبي، مثل ما بدك أنت. إيه سليمان لساته بإجازته معنا. أمي سليمان بده يروح. عبد الله، يا عبد الله. أنا هون تحت. شو صاير؟ سليمان رح يروح، روح حاكي. ماشي يلا. أصلاً هذا سليمان لقى مكان مرتاح فيه، وحتى لو قلعناه ما رح يروح. سعيد وقفوا لسليمان من أنقرة، ما لازم يروح. استنى شوي سليمان بيك. أنا بعرف وفهمان شو عم يعملوا. ما بتعرفوهم مثل ما بعرفهم. لازم تعرف كيف تعاملهم. يعني نحن لازم نعرف وين نقطة ضعفهم، وإلا هن بيسيطروا علينا. والشي الأهم من كل شي، بس نخلص من هالقصة تنحل كل الأمور قبل ما تأذينا هي المشاكل. ما فهمت على شو عم تحكي. هاد اسمه شغل اللي عم نحكي عنه نحن، مو حديقة حيوانات. وانت لازم تفهمهم هالشي. تمام، أنا هاد يلي كان بدي أقوله بالأول. مثل ما أنك شايف نحن بحاجة جاسوس. احكي منيح بقى وفهمنا. انت مين عم تقصد؟ مين بده يكون؟ أكيد مو عبد الله يعني. بالأول بيغدر بشكور، بعدين بيغدر فينا. لكن مين؟ مين يعني؟ المحامي أحمد أغلو. شايف؟ حتى رستم لقطة. حدا ما بيغلط، ونحن سامحنا كتير عالم غلطت من قبل. إذا نحن كمان غلطنا صار لازم ندفع الثمن.
هذا عدل يعني؟ ساعدت كتير عالم عم ينخرب بيتها، وهلأ صار دوري. بس أنا يلي قاهرني بهي الشغلة إنه أرضي وجماعتي هن السبب بهالشي. هاي كل المستندات من محاكمة السد لمناقصات المنجم. عملت كل شي طلبته مني بالحرف يا آغا. شكرا لك، تفضل عود. لازم تعرف إنه هاي المستندات ما بقى لها فائدة. صار لازم هلأ تكون عرفت إنه ما بتهمني غير عيلتي. صحيح أنا ضليت بأنقرة كل هالعمر، بس بالحقيقة إنه أنقرة بتغير البني آدم، هي اللي عملتني هيك. دور على زياد بمكان تاني، حتى إذا بدك بدور عليه معك. ما بعرف إذا أنت صادق بهالحكي ولا لا، بس يلي بعرفه إنه ما في مرة قدرت فيها تسيطر على طمعك. اسمع مني وانسى الماضي وتطلع على المستقبل، ولا تخرب علاقتك بزياد. استغل هي الفرصة. زياد؟ آخر فرصة لك. شوف لي هالمنظر ما أحلاه. طلع يا أخي، لك بس شوف. بدي أشتغل لحالي من هون ورايح. أنا أخذت قراري خلاص. بعد كل هالعمر ما بدي أعمل عداوات، وخصوصي مع أهل ديريجان ما عاد بدي أبدا. إذا سمعت أي شيء عن زياد بتقلي فورا فهمان؟ عندك شي معلومات؟ والله ما بعرف شي يا أغا. بصراحة أنا كنت زعلان منك لأنك عملت هيك وخبيت الموضوع علي. أنت كمان ما بتعرف؟ لكن مين بيعرف؟ انتوا شو عم تضحكوا علي يعني؟ مبينة شغلتكم. شو شايفني ولد؟ صاير زلمة، هي تربايتك، هاد كيف بيحكي هيك؟ معقول في حدا ما بيحترم أخوه الكبير؟ هذا كله غلطك، ما قدرت تربي ولد، شايفه؟ هي تربايتك. عم يكذبني. حقك علي يا أغا، حقك علي. ها طلعوا. ما عرفنا شي مهران آغا، والله صرت خايف يكون صار شي لزياد. شو هالحكي يا علي شير؟ ايه معك حق، توقعنا خبر حلو، بس الحمد لله انه مو خبر سيء. منضل منتأمل. ايه اكيد رح نضل متأملين، لأنه الله ما بينسى حدا، ومتأكد انه زياد رح يرجع ويكون منيح. عرفتوا شي يا إمامنا؟ يا ترى وينه زياد؟ في شي خبر عن زياد؟ عنه؟ لا والله. طيب شو برأيك أنت؟ وين رح يكون؟ أو شو اللي صار معه؟ ما بتعرف؟ لا. وشكور له علاقة؟ لكن مين له علاقة؟ زياد أغا فيه يقتله إذا بده، بس هو أحسن منه. فيك توضح أكثر؟ لا تسمعوا حكي الشباب، ما بيعرفوا شو عم يقولوا. ما في حدا فينا بيعرف شي عنه بنوب، نحن بس ناطرين، ما بنعرف شي. ما بدي حاكيك كصحفي، بدي أحكي معك كحدا بيهمه كتير يعرف وينه زياد آغا. عندك مشكلة إذا قعدنا بشي محل؟ تفضلوا لك. يلا. أيوة، شي بيجنن. أنا ما عندي رفيق وما عندي عدو، ما بيهمني السد والمنجم. في أحلى من هذا المنظر اللي قدامي، هذا الذهب الحقيقي. أوه الحمد لله إنه هالموسم منيح. لا تضحك علي هلأ، ولا تخترع قصص لضل هون. عم تشرح لي عن شكور اللي بعرفه منيح؟ لا تتعب حالك. لأيمت بدك نضل هون؟ إيه، مين قال لك تضلي هون؟ مو أنت بتحبي المشورة؟ وفي عندك شاليه ويخت
وفيلا وسيارة وشوفير، وفيكي تروحي تتمنكري. إذا بدك عبد الله بيروح معك وين ما بدك. لا إذا بتريد بتنكرس بس اسمع اسمه لعبد الله هاد الله وكيلك. عبد الله نشيط كتير وما بيهدى أبدا، مانو ذكي بس زلمة أمين. ليكو ساعدوه. صح هو أخي بس مانو زلمة. طلعي لي على نور مثل أبوها بترفع الراس والله. عبد الله هدول من أنقرة. يا أغا اجوا من أنقرة. كيف اجوا؟ وليش اجوا؟ مين عزمون؟ هيك الواحد بيجي؟ كل ما بهرب من أنقرة بتلحقني. أنا اللي حكيته هو وطالع. هو كان معنا هداك اليوم وكان رايح على أنقرة. طيب جيبه. يلا أسرع يا سليمان يلا. بما إنك هلأ حتى رجعت من المطار تعال تفضل. أهلا وسهلا. هلأ نحن بدنا نتغدى. ليك بنتي نور شايف كيف عم تشتغل؟ تعال يا سليمان أنقرة تعال. يلا أسرع تعال. أنا وعدتكم يا جماعة إنه ما رح انشر شيء، وأنا لساتني عند كلمتي. شكراً لثقتكم فينا، وهي رح أطفي الكاميرا مشان ما حدا يعرف باللي صار. شو صار؟ لو عرفوا شو صار كان لهلأ شكور موجود؟ إذا صار هالشي بيكونوا افتروا على زياد. رح يصير مؤتمر صحفي وكل رفقاتنا هنيك، كلنا متعاطفين معكم، والشي الوحيد اللي رح يساعدنا إنه تعطونا معلومات قبل ما يبدأ، وهيك منعرف شو منسأل شكور. شو بيعرفنا إنه ما رح يكذب؟ أكيد شكور له إيد بإنه زياد آغا اختفى. شو قال لك هو لما حكيت مع شكور؟ ولا شيء، قعدت وحكيت مع شكور وقال ما بيعرف. وانت صدقته؟ ايه علي شير صدقته. كنت عرفت لو كذب. انا وزياد ضلينا بالسجن سوا فترة طويلة وتعلمنا كتير. زياد ما بيقدر يضحك عليه شكور، وحتى لو اجا كنا سمعنا. ما رح تتخبى القصة، بس انا حاسس انه في شيء اكبر بهي القصة وما بنعرفه ابدا. ليك سعدو، هي شغلتهم بأنقرة، عم يستثمروا بالانتخابات. إذا بدك ترجع تفوت بالسياسة ليش اجيت من أنقرة؟ اترك الجماعة، الكل عم يراقبنا والكل ناطرنا على نكشة شوفت عينك. بقى اسمع مني. شو بدك هلأ؟ نعمر السد ونحن نشغله والمنجم يشتغل وبدك يفضوا الأراضي؟ شو بدك لسه بالله؟ هذا اللي عم قوله. طالما عم تقول هيك لكن ليش منعتهم؟ مو انت اللي قعدت تتفق معهم؟ ايه صحيح انا قعدت، بس ليش قعدت؟ قعدت مشان تضل انت وشكور آغا بأمان. لازم تتدمر ديرجان ويتحول كل التصدير لإلنا ونطلعهم لبرا. أنا دايما بشتغل مشانك وانت عم تنكر كل شي. شو اللي طالع بإيدي؟ زياد حرق لي وشي، حكيت شي؟ عبد الله شو شايفك صاير عم تحكي بالسياسة مثل شكور؟ ما بوثق بكل شي بتحكيه يا عبد الله. ايه طبعا، نحن كمان بدنا نفوت بالسياسة مثلهم. بما انهم عم يروحوا على أنقرة لازم نروح نحن كمان. خلينا نشوف شو رح يطلع من مؤتمر شكور الصحفي وبعدين بنحكي. يا حضرة الصحفيين، ملاطيا بتعرف انه الخدمات اللي قدمتها لساتها لليوم مستمرة، بس مرقت الايام وبلش يبينوا مين رفقاتنا ومين هن اعدائنا. انا ما غلطت بشي، انا ما منعت حدا عن شي. اذا قطعت علاقتي مع أنقرة واذا خدمت بلدي بكون اجرمت؟ طول عمري كنت مع المظلومين، وهلا قال الكل عم يلومني انا لانه زياد اختفى. هي العداوات من الماضي. اهل ديرجان وكل العشاير بيعرفوا هالشي. اكتبوا يا اعلاميين ووضحوا كل شي، اكتبوا بالحرف. اذا بين معكم شي بدل على انه الي علاقه رح اقطع ايدي. شكور آغا، هذا الشيء له علاقة بإنك رابط إيدك؟ شو عم تمزح معي أنت؟ شو دخلها بالموضوع؟ بدي أسألك عن اللي قلته حضرتك هلأ عن أنقرة. بعرف إنه أسماء أولادك هنن على أسماء قادة أحزاب سياسية مختلفين، هي صدفة ولا هاد خيارك أنت يا آغا؟ أنا ضليت بالبرلمان أكثر من سنة، وهي الأسماء أنا بحترمها، وأكيد ما صدفة. لو كان عندي ابن تاني بجوز كنت سميته كاروغلان. لا البركة فيك، لساتك شب. ايه
ومو بس كار أغلان، رح تشوفوا كمان مالك أغلو. شو هالحكي يا عبد الله؟ أنا بعتذر، دايما عبد الله بيحب يعمل لنا جو. طيب شو هو السبب الاجتماعي اللي صار بمقر جماعة الديوك؟ هي شراكة جديدة بينكم مو؟ شو ما بتعرفوا عن مين عم تحكوا؟ هدول العالم مثل ما كلكم بتعرفوا، هدول عالم خادمين لبلدهم وهن رفاتي وهي كل شي. انتوا عم تحموا حقوق الحرامية والمجرمين يلي بيعملوا مشاكل بالبلد. نسيتوا اللي خدموا البلد؟ ما بيصير هيك. انت قصدك زياد مجرم مو؟ ما رح جاوب. انت خايف منه مو؟ يا أخي من زمان كتير هذا الزلمة إجا وحاول يقتلني. كان شاب وصغير وطايش وغبي، حتى وقتها ما كنت عامل شي أنا. ليش لخاف مثلا؟ نحن الماضي ما بيهمنا، يلي بيهمنا شو عم يصير هالأيام. سمعنا إنه إجا زياد على بيتك وكان في معه سلاح كمان، وقال كسر الدنيا وكان بده يقتله لعبد الله. شو بترد على هذا الحكي يا آغا؟ كذب. مين قال هالحكي؟ مين بده يحكي هالحكي يا عبد الله؟ سليمان من أنقرة. قصدي أنا رح روح شوف نور شوي وبرجع. يعني إذا هلأ زياد بفوت من الباب فجأة شو بتعمل يا آغا؟ كيف يعني؟ ليش وينه؟ مين هو؟ هذا الاجتماع انتهى. سؤال واحد. ما عاد بدي جاوب على الأسئلة. انتهى المؤتمر. خلاص شكور ما حدا جاوبنا عليه. أنا أعرف شكور أكثر. شكور آغا. سؤال بس. شكور آغا. تصبح على خير. وانت من اهله. ليش تأخرت؟ شو ناموا؟ ايه ناموا. علي شير، والله بكفي تحمل كل هالهموم فوق راسك طول الوقت. رح يصير عنا ولد. مانك مبسوط علي شير؟ اكيد مبسوط، بس ما عم اقدر انسى كل هي الهموم. الو، ما خلصت الإجازة يا شكور؟ ليش ما حضرت الاجتماع؟ هي شلت لك كل اللي واقفين بطريقك، شو بدك لسه؟ ما رح تخلص إجازتي بعد هالوقت. أنا ما عاد بيهمني شو ما وقف بطريقي بقى. وفكرت منيح، فكر مشان ما تندم لقدام، لأنه بتعرف إنه يلي بيتركنا ما بيرجع، حتى لو شو ما عمل يعمل. أنا شكور كاتير أغلو، أنا أعطيتك حسابات أنقرة، حملت هم هي الحسابات على كتافي. أنا اللي بعطي وما باخد. عن جد عم تهددني بهاي الطريقة؟ ما رح تفيدني لا أنا ولا أنقرة بهالحكي. هيك بتكافوني على كل شي عملت لكم إياه؟ خلص بدي أعيش شوي. النظام هون رح يستمر فيي وبلاي. طيب شكور، طالما هيك انت اخذ قرار معناتها نحن رح نبعث لك هذا الطرد الاخير وبس. واذا ما بتغير قرارك خلال 24 ساعة رح يوصلك الطرد بموعد تسليمه، بس تذكر انه هاد بيكون اخر طرد. مثل ما بدك، ما تبعته اذا ما بدك. لا ما بيصير، لازم تاخده. بشوفك عن قريب يا شكور.
تعا بيكون هون بشي محل. ها هذا هو، افتحه بسرعة. زياد، جينا على المكان الغلط، امشي بسرعة. بسرعة سوق بسرعة. آخ منك عبد الله، شلون بتضيع هالفرصة؟ شلون بترجع لهون بلا ما تجيبهم معك؟ والله حقك علي يا أغا، بس أنا إذا بروح على أنقرة بضيع. أنت بتعرف أنقرة وبتعرفها منيح، بس أنا كيف كان بدي أعرف إنه زياد جوا؟ ألف الحمد لله إنه كانت عيونه مربطة وما شافني، واللي معه كان مربط، هذا الأزعر اللي اسمه طه. اسمع لقلك، اسمع لشوف، هي أحسن شحنة بتجيني، وحضرتك اجيت وكبيتها بالأرض، لك الله يسامحك بس. طيب شو عرفني شو بيصير بأنقرة؟ غريبة والله، شغلات ما بتتصدق. شو مفكر؟ مفكر بأنقرة بيلعبوا طاولة زهر؟ هدول بيسمعوا كل نفس مناخده. ومين اللي سائل عنك؟ في عندك سليمان من أنقرة مثلا. شو عم تقول؟ ايه جيب لي أنقرة لهون، جيبه فورا، رح فرجيه مين بيكون شكور آغا. كنت بعرف انك جاي والله، العمر لإلك. تسلم يا مهران. كيفك العمر أهلا؟ اهلين يا طه. كيفك انت؟ يلا تفضلوا المكان. الحمد لله. اهلا الله يسلمك. شرفوا تفضلوا. تفضلوا يلا. الأخت جوري مانا منيحة، وهي هلأ بالمشفى. عن جد مهران؟ من بعد ما توفت أماني تعبت كتير، متضايقة من الكل وما عم تحكي. مبين إنه عم تستناك، بلكي بتحكي معك زياد. خلينا نمرق على المشفى. على المشفى يا يوسف. تكرم يا أخي.
زياد، لا تظلم جوري، هي إنسانة زياد وبتحبك كتير، وأنا حبيت زياد. اطلع فيني زياد، اطلع على حالتي، هيك رح تصير حالتها، وبكرة بتشوف. شوف شو صار فيني. خاف من الله يا زياد، لا تظلم جوري معك، وإلا رح تجن مثلي. انتبه عليها زياد، مانك شايف إنه بلشت تجن؟ بكرة بيصير فيها مثلي. طلع علي زياد، شوف حالتي، أنا بترجاك. أهلين زياد آغا. كيف جوري؟ منيحة. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلا وسهلا. أهلين فيك. طه ما صديقي. تضلوا واقفين هون. اجيتوا أخيراً؟ ايه اجيت. أنا ليش هون؟ لإمتى رح ضل هون يعني؟ اجيت حتى اخذك. طيب لوين؟ لعند أماني الصغيرة، عضيعتنا، عبيتنا. أماني الصغيرة منها بالبيت؟ شو يعني أنت طلعتها من القبر زياد؟ لا مو هيك. أماني صغيرة لساتها بالقبر، بس هي بحضن أمها، يعني هن مع بعض. يعني أماني مع أمها هلأ. طلعني من هون بقى زياد. حاضر جوري. رح طلعك من هون، بس استني علي. بخاطرك يا حلو. مع السلامة. الله معك يا آغا. تسلم. يلا امشوا. قول لجبرائيل اني راجع. بأمرك. الله معكم.
مهران، تعرف بشو عم فكر؟ علي رضا شاتور أوغلو. لو كان الحاج علي ديريجان لساته عايش ومعنا، ما كان حدا قدر يطالع هالناس من أراضيه. بس أنا بوعدكن إنه طول ما أنا عايش رح يضل قبره هون. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.